جانب السياحة في الإسكندرية واضح إن هو يعني مهمش من لجنة السياحة والآثار. طبعا يعني أهمية الآثار اللي موجودة في الأقصر وفي أسوان وفي أماكن أخرى وفي القاهرة ربما بتجذب السائح من الخارج، لكن المشكلة أن ليس هناك ترويج ولا أجندة واضحة للسياحة داخل الإسكندرية. ففي الحقيقة يعني احنا يعني من خلال مجلس الشورى هنحاول نرفع الموضوع ده للجنة الثقافة والإعلام والسياحة، بحيث يعني نرفع صوتنا عاليا لهذه الوزارة حتى تهتم بيها. وأيضا بنناشد شركات السياحة اللي موجودة في الإسكندرية إنها تهتم وتجعل على أجندة السياحة بتاعتها والزيارات في الأفواج الأجنبية إن يكون لها قسط من الوقت في داخل الإسكندرية. احنا نفسنا السائح يجي اسكندرية بدل ما بيقعد ساعة وساعتين، لا يقعد يوم واثنين وثلاثة وأربعة، وده طبعا هينشط الفنادق الموجودة عندنا، هينشط العاملين في مجال السياحة، هيدر دخل كبير جدا على الإسكندرية، هيجعل المحافظة تهتم اهتمام جيد بكثير من المشاريع اللي بتصب في خدمة السياحة، زي موضوع النظافة، زي المرور، زي الطرق، زي المواصلات. أهم المشاكل التي تعاني منها الإسكندرية سياحيا من إغلاق بعض المزارات السياحية الهامة للإسكندرية، مثل المتحف الروماني اليوناني، وأيضا المتحف المجوهرات الملكية، بالإضافة إلى الإهمال في بعض المزارات السياحية. وتمت ورشة العمل والعصف الذهني لهذه الأمور وكيفية حلها، وتوصلت الورشة إلى أهمية التواصل مع القنوات التنفيذية من أجل إعلامهم بهذه المشكلات في محاولة لحلها، كما تم الاقتراح بالتواصل مع بعض رجال الأعمال للمساهمة في حل بعض هذه المشكلات.